مسجد سارية الجبل أو سليمان باشا الخادم، الاسمين لمسجد واحد، وده أول مسجد عثماني أنشئ في مصر وموجود داخل قلعة صلاح الدين ولسه مفتوح قريب للزوار. طبعا كلنا بنروح قلعة صلاح الدين الأيوبي، لكن معظمنا ما يعرفش إن في مسجد زي مسجد محمد علي باشا ومسجد الناصر محمد بن قلاوون، وهو مسجد سليمان باشا الخادم اللي موجود داخل قلعة الجبل أو قلعة صلاح الدين، تحفة معمارية من العصر العثماني، وهو أول مسجد عثماني أنشئ عندنا في مصر. إحنا بنروح الأماكن دي كل يوم جمعة ويوم سبت وبنعمل جولات تاريخية. لو حابب تكون معانا وتنضم لينا أنا هسيب لك رقم الواتساب، اتواصل معايا على الواتساب، وهتكون معانا دايما يوم الجمعة ويوم السبت داخل وخارج القاهرة علشان تتفرج معانا على الأماكن الأثرية وتعرف تاريخها. مسجد سليمان باشا الخادم، المسجد اللي اتبنى سنة 535 هجري 1140 ميلادي، المسجد اللي اتعمل أصلا علشان الجنود الانكشارية اللي موجودين في مصر واللي دخلوا مع السلطان سليمان